نعرفش كان منتظر والا لا، لكن عمل ضجه كبيره وهو قرار الكاف ان تفسخ العقد نتاعها مع قنوات البين. هو اخبار صادم محمد ومدوي كان خرج العشيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله في عدد من وسائل الاعلام، يخص فسخ الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف عقده مع شبكه قنوات بي ان سبورت القطريه اللي نذكروا انها تملك حقوق بث كل المسابقات والمباريات اللي نظمها الكاف في منطقه المينا الشرق الاوسط وشمال افريقيا. فبي ان سبورت كانت حسب العقد هذا هي الناقل الحصري لكل المباريات والمسابقات الافريقيه. في التفاصيل شبكه بي بي سي البريطانيه وعدد من التقارير الصحفيه كشفوا انه الكاف فسخ عقده من جانب واحد مع شبكه قنوات بي ان سبورت بسبب انتهاك الشبكه القطريه للعقد المبرم بيناتهم. ما قالوش بالضبط فاش شنو بالضبط الانتهاك هذا، لكن محمد نذكروا انه تقريبا قبل ممكن بنهارين من توا بي ان سبورت كانت اعلنت على تعديل في قنواتها ورجعت خلينا نقولوا للشكل القديم في القنوات. ما عادش فما القنوات بريميوم 3، رجعت بي ان سبورت ب9 قنوات كما كانت قبل، ومخصصه القنوات لكل قناه تغطي بطوله من البطولات اللي تبث فيها بي ان سبورت. فالكونترات ذا اللي بين الكاف وبين صحح عام 2017 لمده 12 سنه، من المفروض يوفى عام 2029 بما قيمته 415 مليون دولار امريكي، نحكيو على قرابه 1300 مليون دينار، 1300 مليار من المليمات. ومحامي كاف كانوا ابلغوا اداره قنوات بي ان سبور بانه الكونترات تفسخ في 1 سبتمبر اول الشهر هذايا، وانه قاعده توا تم العمل بالطرق القانونيه لاكمال خطوات فك الارتباط. اكثر من هذا كاف يطالب الشبكه القطريه بانه ترجع له ما قيمته 80 مليون دولار بسبب اتهاماته لها بانتهاك العقود. في المقابل مسؤولي قنوات بي ان سبورتس قالوا انهم باش يرفعوا دعوى قضائيه ضد الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف في حال ما تمش حل الازمه بشكل ودي. والمدير التنفيذي لبي ان سبور يوسف العبيدلي يوصف القرار بالتعسفي ويأكد انه بي ان سبور باش تدافع على حقوقها بكل الوسائل القانونيه. فسخ العقد هذا صار محمد قبل ب10 ايام من نهائي كاس السوبر الافريقي، كيما انه بي ان سبور مش باش تنجم في المستقبل تنقل الفعاليات الرياضيه في منطقه في افريقيا التابعه للكاف في منطقه الشرق الاوسط بما فيهم الفينال نتاع بما فيهم بالطبيعه هذايا كاس السوبر الافريقي اللي باش يصير بعد 10 ايام في مدينه الطائف في السعوديه بين الاهلي المصري واتحاد العاصمه الجزائري. وذاك علاش هوني كل الاخبار وكل التسريبات قاعده تقول انه الحقوق باش تنتقل لشبكه اس اس سي السعوديه اللي نذكروا معناها قاعده تنقل توا في كانت نقلت بطوله كاس العربيه اللي تنظمت في الصيف اللي تعدى في المملكه السعوديه، كانوا شاركوا فيها الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. وتوا فما تنافس كبير من شبكه اس اس سي السعوديه باش تاخذ الحقوق هذيا وتشريها من الكاف، معناها عباره عقد جديد يتصحح بين اس اس سي والكونفدراليه الافريقيه. بالطبيعه هذا لازم، لانه حسب لوائح الكاف يلزم يكون فما ناقل حصري للبطولات والمسابقات اللي تنظمها في كل منطقه، وخاصه معناها احنا في القاره الافريقيه معناها ماناش في منطقه الشرق الاوسط. فمن المنتظر انه بعد ايامات حسب اخر التسريبات يتصحح العقد هذا جديد مع شبكه. هي اللوجيك تقول رفيق انهم ما فسخوا العقد مع البيين كان نتصور انه عندهم على الاقل ناقل اخر معناتها التيرناتيف اخرى. صحيح هذا هو، وذاك علاش حاليا كل التوقعات تقول انه الكاف بصح عقدها مع شبكه سي سي، بما انه هي ماليا زاده معناها انا نشوفه محمد في قيمه العقود الفلوس موجوده بالضبط، وشكون القناه توا وشكون الشبكه معناها حتى كان باش نحكيو على شمال افريقيا معناها شكون الشبكه اللي عندها 400 مليون دولار ولا 300 مليون دولار باش تعاود تشري العقود هذيا من الكاف. معناها يلزم تكون شبكه في وضعيه ماليه مريحه. معناها شبكه سي سي توا قاعده بشويه تاخذ في نسب مشاهده كبيره برشا، قاعده تبث عليها توا مباريات البطوله السعوديه معناها اللي هي توا تستقطب في برشا نجوم واللي خذاوها حتى قنوات من اوروبا معناها كانال بلوس ومختلف الناقلين في اوروبا خذاوا الحقوق نتاع البطوله السعوديه. فمن المفروض كونه الشبكه هذه زادت تحاول تتوسع، وهذه ممكن احسن فرصه لقنوات اس اس سي باش تاخذ الحقوق هذه في انتظار زاد
زاد المسار القضائي وين باش يوصل بين سبورت والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد